Hey guys، ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. النهارده انا جايه اتكلم معاكم على 6 حاجات بتخليكم تبانوا مش حلوين او ان الستايل بتاعكم مش ترندي او مش حلو. بس في البدايه كده حابه اوضح نقطه مهمه جدا. اولا، الجمال ده نسبي، لا انا ولا اي مخلوق في العالم كله يقدر يقول عليكم ان انتوا مش حلوين او ان الستايل بتاعكم مش حلو. اللي انا بتكلم عليه واللي انا عايزه اوضحه ان انت في الاخر لما تقفي لنفسك قدام المرايه تبقي شايفه نفسك حلوه. بكلم الناس اللي هي اصلا مش راضيه عن الستايل بتاعها، بكلم الناس ان هي لما تبص لنفسها في المرايه بتحس ان هي مش حلوه بسبب ان الستايل بتاعها مش مظبوط. دول الناس اللي الفيديو موجه ليهم، لكن مش معنى ان انت بتعملي اي حاجه من الحاجات اللي انا بقولها دي معناها ان انت ستايلك مش حلو. لو انت حابه الستايل بتاعك خلاص دي اهم حاجه، لان في الاول وفي الاخر احنا بنحاول ان احنا نبان حلوين لنفسينا مش لحد تاني خالص. ودي اكتر حاجه انا بحب استرس عليها في الشانل بتاعتي. اول حاجه ان الطقم بتاعك تو ماتش. يعني ايه تو ماتش؟ يعني ان هو الطقم فيه حاجات كتير قوي، في قصات مختلفة، في ألوان مختلفة، في برنس، في تشجيرات على برنس، على قصات، على أطوال كتير. طقم مليان ديتيلز. الحاجة دي ساعات بتتلعب صح، بس في معظم الوقت احنا ممكن بنعملها غلط، فده اللي بيخلي الستايل بتاعنا رايح في سكة تانية خالص. تقفي قدام المراية حاسة ومتأكدة ان في حاجة غلط في الطقم، بس ايه هي الغلط؟ الغلط ان في حاجات كتير جدا في الطقم. تعملي ايه طيب عشان تتغلبي على الموضوع ده؟ حاولي ان الطقم بتاعك يبقى سيمبل. كل ما الطقم كله بقى سيمبل كل ما بقى احلى. ركزي على ديتيلز واحده بس. زي ايه؟ زي مثلا لو انا هلبس برنس، الطقم كله يبقى ساده من تحت ومفهوش قصات ويبقى حاجه سيمبل خالص، وتلبسي البرنت من فوق. كده انت عملتي معادله بين ان في حاجه هي اللي واخده النظر والتركيز عليها بقى قوي، والحاجه برزت اكتر. في نفس الوقت انت مش كتير للعين، انت باين عليكي ان انت سمبل هاديه. الطقم بتاعك مركز على حاجه واحده بس. كده انتوا ضمنتوا ان الطقم بتاعكم هيبقى شيك. تاني حاجة هي حاجة على فكرة انتوا لو بصيتوا لنفسكم في المراية هتبقوا شايفين نفسكم حلوين جدا بيها، بس هي قطعة صغيرة كده بسبب ان هي مش كويسة بتبوظ لكم الطقم كله. وهي ايه؟ الجزم اللي مش مريحة. لو انتوا لابسين جزمة مش مريحة تعرفوا ان الطقم بتاعكم باظ، حتى لو الطقم كان حلو جدا بما فيهم الجزمة، لان دايما الجزم اللي مش مريحة هتلاقوا الستايل بتاعها حلو جدا، يمكن اكتر من الجزم المريحة. انا احلى جزمة عندي هي اكتر جزمة متعبة عندي في الدولاب. ليه بقى الجزم اللي مش مريحة دي ممكن تبوظ الطقم مع ان هي بتكون حلوة وبتكون مخلية الطقم حلو؟ لبستوا جزمة مش مريحة، نزلتوا قعدتوا بيها شوية، بدأتوا تحسوا بألم. ايه اول علامة من علامات الألم؟ تكشيرة. التكشيرة دي بوظت الطقم، لان من جمال الطقم ان انتوا لما بتبقوا حابين الطقم وفرحانين بيه دايما بيبقى على وشكم ابتسامة. الابتسامة دي بتخلي المنظر اصلا كله جميل، من الطقم ليكي لكل حاجة حلوة. اول ما تكشري انت خلاص كده ضيعتي الطقم. وكمان الناس ممكن تحس ان انت مكشرة معناها ان انت واحدة مش واثقة من نفسك. الناس اللي مش واثقة من نفسها عامة هتلاقي ان الناس مش هتنجذب لللبس بتاعها، لان هي حاسة اللبس بتاعها مش حلو. ما هو لو اللبس بتاعها حلو كان زمانها هي بقت واثقة من نفسها. فبرضو دي من الحاجات اللي مش بتخلي الناس تنجذب ليكي. فهم من اي حاجة الجزمة لو مريحة هتساعدكم. سيبوا الجزمة اللي مش مريحة دي لخروجة انتوا عارفين ان انتوا هتروحوا تقعدوا في المكان تحطوا رجل على رجل لحد ما تقوموا تاني من المكان، فدي البسوا عادي الجزمة اللي مش مريحاكوا 5 دقايق ماشي مش هتأثر. بس السترايبس دي من الحاجات الترندي قوي، فانا حبيت ان انا اتكلم عليها عشان ما نظلمهاش معانا. اول قاعدة ازياء سمعت عنها كانت ما تلبسيش مقلم بالعرض، لان المقلم بالعرض بيزيدك تخن، يعني بيبينك اتخن. القاعدة دي بصراحة ظالمة المقلم شوية، لان مش كل المقلم وحش. تلكوا صورتين دلوقتي، صورة سواتر حلو وصورة سواتر لا مش حلو. مش عشان ده مثلا ترندي عن ده، لا انا هقول لكم دلوقتي ليه ده احسن من ده. لما تيجوا تنقوا اي سواتر مقلم حاولوا ان التقليمات تبقى رفيعة. كل ما التقليمات بقت رفيعة كل ما عملت قطعات اصغر. كل ما التقليمات اتخن كل ما عملت تحديدة وبينت المنطقة دي اكتر.
يعني مثلا لو احنا بنتكلم ان التقليمه اللي بالابيض دي رفيعه قوي او التقليمه اللي بالاسود رفيعه، هي عملت قطع بين مساحه البطن، على عكس لو احنا قلنا ان التقليمه عريضه قد كده ودي اتحطت على البطن مباشره بينت منطقه البطن اكتر. الالوان، انا واحده عن نفسي بحب الالوان وبحب ان انا البس الوان مع بعض، حتى في الشتاء بحب ان انا البس الوان مصحصحه كده انها تدي طاقه وتدي كده فن فايب في الجو الساقع المظلم ده. بس للأسف الألوان ممكن لو اندمجت مع بعض غلط، والألوان لو كانت كتير خلى المنظر بقى بهلوان أكتر من إن انتي لابسة ألوان وفرحانة بيهم. في قاعدة ذهبية كده معمولة عشان تريح الناس اللي ما بتعرفش تعمل ستايلينج للألوان: خلوا الطقم بتاعكم 3 ألوان بس. ممكن تبصروها لو هتلبسوا شيدز قريبة من بعض، بمعنى بينك فاتح مع بينك غامق شوية، بس لاحظوا انا قلت بينك فاتح مع بينك غامق شوية، مش فوشيا وبينك فاتح. اتكلم على تدريجة الالوان، يبقى التوب افتح من الجاكيت مثلا بحاجة بسيطة او العكس صحيح. ساعتها ممكن ان انتوا تعدوا ال3 الوان لان دي هيبقى شيدز مختلفة من نفس اللون. بس دايما الاضمن ان انتوا تلبسوا 3 الوان بس في الطقم، كده ضمنتوا ان الطقم بتاعكم برضو مفهوش الوان كتير فبقى اهدى. هنرجع تاني للقاعدة الاولانية ان انتوا تهدوا الطقم وتخلوا الفوكس على حاجة واحدة. وبعدين الاضمن بقى من ان انتوا تقعدوا تفكروا ايه الالوان اللي تليق على بعض، ان انتوا تاخدوا one pop of color حطوه على حاجة نيوترال، زي مثلا الابيض، الاسود، البيج، الرصاصي، وتخلوا البوب اوف كولر هو الواضح. ساعتها اولا القطعه دي هتبان اكتر، ثانيا انتوا ضامنين ان الالوان بتاعه الطقم لسه هاديه وان انتوا لسه في السيف سايد، فهيبقى شكلكم انتوا ضامنين ان هو شكل حلو. تاني مرة لما تيجوا تنقوا قطعة فيها ألوان حاولوا إن انتوا تلبسوها على حاجات سادة من تحت. خامس حاجة هي كم التلتين. الكم التلتين ده يعني مش عارفة ليه طول عمره بيبان مش حلو، مهما كان ترندي تحسوا ان الحاجة مش حلوة. طب نعمل ايه؟ عندكم حل من الاتنين: يا اما ان انتوا تلبسوا حاجة اقصر، يعني مثلا نص كم قصير او قط، يا اما ان انتوا تلبسوا حاجة كم عادي وتشمروا الكم بتاعها مثلا زي كده ويبقى تلتين، او ان انتوا تنتنوا الكم بتاع القميص مثلا وتخلوه متني فبرضو يبقى تلتين. الحركة دي مع انكم وصلتوا القطعة لتلتين بس بتخلي المنظر احلى، لان انتوا لما عملتوا كده عمل درابيه فبقى المنظر اشيك. لكن الكم التلتين لما بيقف كده والقطعة على بعديكوا تحسوا ان في حاجة غلط، في قطعة في الكم مش لطيفة. لكن الكم الطويل احسن او الكم القصير احسن. اخر حاجة بقى بتبوظ الستايل بتاعكم خالص، ان انتوا بتلبسوا حاجة مش الستايل بتاعكم او حاجة انتوا مش حابينها. زي ما قلت في الاول الستايل ده معمول عشان نبان حلوين، اهم حد لازم يبقى شايفك حلوة هو انتي. الازياء واللبس كله معمول عشان انتي تشوفي نفسك حلوة، فلما تشوفي نفسك حلوة تبقي فرحانة بنفسك، فلما تبقي فرحانة بنفسك ثقتك بنفسك هتزيد. العكس صحيح، لو انتي لابسة طقم عاجبك مع ان كل الناس وخبراء الموضة قالولك ان الطقم ده وحش بس هو عاجبك، دي اهم حاجة، ده اللي هيخلي الطقم حلو، ان انتي ماشية قدام الناس وانتي شايفة نفسك حلوة فخورة بنفسك، هو ده اهم حاجة في اللبس. فاكبر غلطة وبعيدوا عنها ان انتوا تلبسوا حاجة انتوا مش حابينها. لازم قبل ما تلبسوا اي قطعة تبقوا ضامنين ان انتوا حابين القطعة دي، حابين الستايل بتاعها، حابينها عليكم، حابينها على شكلكم. حتى لو انتوا كنتوا شفتوها على حد تاني وكانت حلوة بس لما لبستوها على نفسيكم حسيت انها مش حلوة، خلاص فوتوها والبسوا حاجة تانية، دوروا على حاجة تانية في المحلات، لكن ما تلبسوش اي طقم انتوا مش حابينه. بس كده جايز، هي دي كانت النصايح بتاعت النهارده. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش ان انتوا تدوله لايك واعملوا سبسكرايب للقناه عشان تشوفوا فيديوهات زي دي اكتر. وثانك يو سو ماتش ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.